من السنة أن يختار الإنسان لابنته الرجل الصالح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أي أول صفة من صفات الزوج التي نبحث عنها الزوج الصالح. والمرأة التي نبحث عنها تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، هذه عادة الناس. لكن أنت أيها المؤمن فاظفر بذات الدين تربت يداك. سعيد بن المسيب أحد التابعين الأجلاء، علماء التابعين، سعيد بن المسيب رحمه الله، كان جالسا في مجلس علم فافتقد أحد تلاميذه، فلما جاءه بعد يومين سأله: أين كنت؟ قال: توفيت زوجتي فحزنت عليها، ما حضر مجلس العلم لأن زوجته ماتت. قال: فهل تزوجت غيرها؟ فقال له: لا. ومن يزوج رجلا لا يملك إلا 3 دراهم؟ ما عندي إلا 3 دراهم، من يزوجني؟ قال: أنا أزوجك. قال: ماذا؟ قال: عندي بنت، أتقبل بها؟ بنت سعيد ابن أمير المؤمنين أرادها لنفسه ما رضي، الوزراء والأمراء يخطبونها ويرفضهم. فلما رأى شابا فقيرا صالحا من تلاميذه قال: أنا أزوجك ابنتي. ما صدق الرجل: أنت تزوجني ابنتك يا إمام؟ سعيد المسيب سيد قومه في العبادة والعلم وكل شيء، 40 سنة من البيت إلى المسجد، ما ذهب إلى مكان ثاني. تكبيرة الإحرام ما فاتته 40 عاما. قال: أقبل، فأشهد الناس وزوجه ابنته. زوجه من؟ ابنة سعيد بن المسيب. ذهب الرجل الفقير الشاب، كان صائما، إلى بيته. قبل الإفطار جالس في البيت بيده كسرة خبز يبي يفطر وزيت، ما عنده أكل في البيت. طرق الباب أحدهم، قال الفقير الرجل الشاب الذي توفيت زوجته: قال: من في الباب؟ قال: سعيد. قال: وأي سعيد؟ يعني كل سعيد يطرأ في باله إلا سعيد بن المسيب. قال: وأي سعيد؟ قال: ابن المسيب. فتح الباب مباشرة. قال: يا سيدي، ما الذي جاء بك الآن؟ يعني ما يطلع من بيته للمسجد، ما الذي جاء بك؟ أنا آتي إليك. قال: زوجتك ابنتي وما أردت أن تمكث ليلة بغير زوجة، هذه زوجتك. دفعها إليه، فلما أدخلها إليه الرجل ما عرف ماذا يصنع، أخفى الزيت والخبز، ما عنده شيء يأكله. ذهب إلى أمه، جاء بها فحلفت عليه أمه ألا يقربها 3 أيام حتى تصلحها وتجهزها له. زوج سعيد بن المسيب سيد قومه ابنته لرجل صالح وترك الأمراء والوزراء. ماذا فعل الرجل الصالح في مدين لما رأى موسى عليه السلام لم يكن نبيا؟ ماذا قال له؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. موسى عليه السلام تزوج، من الذي زوجه؟ أبو البنت هو الذي زوجه ابنته. ابحث لابنتك عن الزوج الصالح، ولا تقبل إلا بصاحب دين وخلق. أنت أيتها الفتاة لا تبحثي عن الوسيم أو الغني أو الثري، ابحثي أولا عن الرجل الصالح الذي يسعدك في الدين والدنيا، صالح خلوق. وكذلك في الفتاة لا تبحث فقط عن الجميلة، عن الثرية، عن الصغيرة، ابحث أولا عن ذات دين. تربت يداك كما وصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.